بقول لحضرتك محدش يعرف الحقيقه فين بالظبط. يعني المواضيع طالما فيها غموض والاعلام بيدي حاجات مش صحيحه، فما تقدرش تقول هو صح هو غلط. بس هو طبعا اكيد في مخالفه دستوريه يعني. وبالنسبه لهشام جنينه الوضع بتاعه محدش يعرف ايه، دي حاجه هم بينهم وبين بعض. تمام. انما هي كل المنظومه اللي في البلد عاوزه تتغير كلها. والله انا شايف ان كل واحد يحارب الفساد بيتم التخلص منه. فللاسف احنا كلنا لازم نقف مع بعض ونتعاون في ضد الفساد، لان الفساد ده مدمر مقدرات البلد وهو اللي مضيع البلد. البلد غنيه جدا والبلد كويسه جدا وممكن ينصلح حالها في اقل من 24 ساعه. لا انا معارضه ليه، لان انا حسيت ان هو اصلا بدا يكشف قضايا موجوده، فبالتالي بدا يتشال عشان بدا يكشف قضايا فساد موجوده. والله انا مش هتفرق الايام دي، ما بقتش فارقه يعني. رايي هو راجل مسؤول عن اللي بيعمله، هو فاهم بيعمل ايه، والا ما كانوش مسكوه من الاول يعني. في ناس فاسدين كتير جدا في جميع المواقع مش قادرين نتخلص منهم، بل بالعكس كل الشرفاء هم اللي بيتهانوا وهم اللي اتبهدلوا وهم اللي بيتم اقصائهم من البلد. احسن ان هو استقال، انا مبسوط ان هو استقال. كويس ان هو وكيل. لا مؤيد طبعا، تعمل مشاكل في البلد يبقى احنا مؤيدين ان هو يمشي في اي حته، اي واحد يعمل مشاكل في البلد يمشي.